بيبدأ الفيلم في فرنسا بشخص اسمه سام وهو بيحلم بكابوس، وبيصحى سام من النوم وبيبان عليه الحزن الشديد، وبعدها بيبدأ سام يقوم وبيروح شغله، وبنعرف ان سام بيشتغل عامل توصيل في مطعم صاحبه جيل. وبعد ما سام بيخلص شغله بيروح السينما، وفي يوم سام بيكون راجع بيته وبيحس ان في حد ماشي وراه وبيراقبه، فبيهجم عليه سام وبيسأله هو عاوز منه ايه، لكن بيظهر ان الراجل ده في حاله وما كانش ماشي وراه ولا حاجة، وبيبان ان احساس سام بالخوف والقلق مسبب له تهيؤات وبيحطه في مشاكل كتير جدا. وتاني يوم جيل صاحبه بيطلب من سام ان هو يتعرف على بنت علشان يخرج من حالة الحزن اللي هو بقاله فيها 3 سنين. وبنعرف هنا ان جورجينا خطيبة سام ماتت في حادثة اطلاق نار في نيويورك، ومن وقتها سام ساب نيويورك وسافر على باريس. وفي يوم سام بيكون في السينما وبيتفرج على فيلم رومانسي، وبينصدم سام جدا لما بيشوف بطلة الفيلم اللي اسمها لورين، وده لان هي صورة طبق الاصل من حبيبته جورجينا، لدرجة ان سام بيكون متأكد ان هي جورجينا حبيبته، فبيروح وبيدور على كل المعلومات عن الممثلة اللي هو شافها في الفيلم، لكنه بيتفاجئ ان مفيش معلومات كتير عنها، فده بيزيد الامل جواه ان لورين تبقى هي نفسها جورجينا حبيبته. وبعدها بيروح يحكي لصاحبه جيل على اللي هو شافه، فبيقول له جيل ان ده مجرد شبه كبير بين الممثله وبين حبيبته، وان هو من شده حبه لجورجينا مش قادر يصدق ان هي ماتت. وبعدها سام بيتصل بجين ام جورجينا وبيسالها عن جورجينا، فبتزعق له وبتقول له ان بنتها ماتت من زمان، وبتفكره ان هي ماتت بسببه، وبتقفل السكه في وشه. وبعدها جين بتتصل بمحقق شرطه اسمه بيل وبتفكره بنفسها، وبتقول له ان هي قابلته من 3 سنين في جريمه قتل بنتها، وبتقول له ان هو وقتها طلب منها تبلغه فورا لو عرفت اي معلومه عن سام، فبتبلغه ان سام ظهر واتصل بيها. وتاني يوم سام بيقول لصاحبه ان هو هيسافر لوس انجلوس، وده لان الممثله اللي هو فاكر ان هي تبقى خطيبته موجوده هناك، وهو عاوز يتاكد بنفسه اذا كانت هي خطيبته ولا لا، فبيتعاطف مع صاحبه وبيديله فلوس علشان يصرف منها اثناء رحلته. وبمجرد ما بيسافر سام على لوس انجلوس بيوصل المحقق بيل لفرنسا، وبيروح على مطعم جيل وبيعرفه بنفسه وبيساله عن سام، فبياخدوا جيل وبيدخلوا اوضه سام، وبيكتشفوا ان في جدار مليان بصور الممثله لورين، وكمان في اخبار لحادثه حريق حصلت من 3 سنين وصور كتير لاشخاص تانيين. وفي نفس الوقت ده في لوس انجلوس بيروح سام للسينما، وبيكون هيتعرض في السينما ده فيلم جديد للورين، وبيكون ده العرض الاول للفيلم. وبتيجي لورين وبتقف قدام الصحفيين وبتاخد الصور التذكاريه، وبيكون سام وسط الجمهور وبينده على لورين باسم جورجينا، لكنها مش بتسمعه. وبيحاول سام ان هو يدخل السينما، لكن الموظفه بتمنعه، ده لان هو معهوش دعوه. فبيفضل سام واقف قدام السينما ومستني لورين لما تخرج، فبتيجي الموظفه اللي منعت سام من الدخول للسينما وبتنادي عليه باسمه، فبيستغرب سام ان هي تعرفه، فبتقول له ان هي اسمها كيت وان هي كانت زميلته في المدرسه الثانويه، فبيفتكرها سام وبيكون مبسوط جدا انهم اتقابلوا، وبيروحوا يقعدوا على كافيه. وبيحكي سام قصته لكيت وبيقول لها ان حبيبته جورجينا ماتت من 3 سنين في حريقه حصلت في شقتهم، وان سام بيلوم نفسه من وقتها ان هو ما قدرش ينقذها. وبتعرف كيت من سام ان هو شاكك ان الممثله اللي اسمها لورين تبقى هي جورجينا خطيبته، فبتستغرب كيت من كلام سام، لكنها بتقرر تساعده وبتقول له ان لورين هتحضر حفله مع طاقم العمل بتاع الفيلم بعد العرض، وان هي هتخليه يدخل الحفله دي ويقرب من لورين. فبيشكرها سام جدا على مساعدتها ليه وبيروح معاها على الحفله، وهناك كيت بتقابل لورين وبتتكلم معاها وبتلفت انتباهها لسام، لكن الغريب ان لورين بيكون رد فعلها عادي وكانها ما تعرفش سام قبل كده. فبيقرر سام ان هو يقرب من لورين بنفسه وبيروح لها وبيسلم عليها، وهي بتسلم عليه زيه زي اي شخص عادي هي بتقابله، لحد ما بيجي فينس خطيب لورين وبياخدها وبيمشي. وبعدها بيخرج سام مع كيت من الحفله، وبيقول لكيت ان هو دلوقتي اتاكد ان لورين تبقى هي جورجينا، وده لان هي لابسه السلسله اللي هو جابها لها زمان. فبتقول له كيت ان ده مش دليل كافي، وبتعرفه ان السلسله دي موجوده مع بنات كتير. وتاني يوم كيت بتاخد سام وبتروح لواحده صاحبتها بتشتغل في شركه انتاج سينمائي، وبتعرف منها عنوان بيت لورين، وبعدها بتروح هي وسام على العنوان، وبيفضلوا واقفين قدام الباب لحد ما بيشوفوا لورين وهي خارجه مع خطيبها فينس في عربيته، فبيمشوا وراهم لحد ما بيلاقوهم بيدخلوا مطعم معين، فبيدخل سام وكيت المطعم وراهم، وبيفضل سام مراقب لورين وهي قاعده مع فينس لحد ما بتقوم وبتدخل الحمام. وبمجرد ما بتدخل الحمام بتلاقي سام داخل وراها، فبتستغرب وبتقول له ان ده حمام السيدات، وبتطلب منه يخرج بره الحمام، لكن سام بيقرب منها وبيفكرها بنفسه، وبيفكرها كمان بالسلسله اللي هي لابساها، وبيقول لها ان السلسله دي هو جابها لها هديه في عيد ميلادها من 4 سنين، لكن لورين بتقول له ان السلسله دي هي اشترتها بنفسها، وبتقول له ان هي ما تعرفوش وان هي اول مره تقابله. فبيقول لها سام ان هو متاكد ان هي تبقى جورجينا، وبيسالها هي ليه بتنكر نفسها منه. فهنا لورين بتهدده ان هي هتاذيه، وبتقول له ان هي ما تعرفوش وبتحذره من انه يقرب منها في اي مكان تاني، وبتسيبه وبتمشي. فبيروح سام لكيت تاني وبيقول لها ان هو اتاكد ان لورين مش هي حبيبته جورجينا، فبتواسيه كيت وبتقول له ان هي تستناه في العربيه. وبيظهر ان بيل موجود في نفس المطعم وبيراقب كل تحركات سام، وبمجرد ما بتخرج كيت من المكان بيهجم شخص مجهول على سام وبيحاول
بيحاول يقتله، لكن سام بيقاومه وبيهرب منه، وبيتفاجئ سام باتنين رجاله بيهجموا عليه، فبيجري منهم بره المطعم، لكن واحد منهم بيحصله وبيهجم عليه وبيضربه، ولكن بتظهر كيت وبتستخدم صاعق الكهرباء بتاعها وبتاخد منه محفظته وبتهرب هي وسام من المكان بسرعه. وفي العربيه سام بيفتح محفظه الراجل اللي كان عاوز يقتله، وبمجرد ما بيشوف بطاقته بيتعرف عليه، وبعدها بيوصلوا المكان بعيد عن المطعم. وهناك سام بيقول لكيت ان رجاله المافيا بيطاردوه وان هو فضل هربان منهم طول ال3 سنين اللي فاتوا، وبيكون سام مستغرب هم وصلوا له ازاي، وبيقرر انه يسافر ويسيب لوس انجلوس تاني يوم. فبتقول له كيت ان هي هتسافر معاه ومش هتسيبه، وبيظهر هنا ان كيت معجبه بسام وبتحبه. وبعدها بيرجع سام شقته وبيجهز الشنطه بتاعته، ولكنه بيتفاجئ ان لورين جايه تزوره، وبمجرد ما بتدخل الشقه بتقول له ان هي تبقى جورجينا حبيبته، وبتقول له ان هي اضطرت تغير كل حاجه في حياتها، وده لان هي كانت مرعوبه من رجاله المافيا، وكانت فاكره ان هم بيطاردوها وهي مش عارفه ايه السبب. وبمرور الوقت اتاكدت ان المافيا بتطارد سام، وبتساله جورجينا هو اتورط في ايه مع المافيا، فبيقول لها ان هو في يوم كان ماسك الكاميرا بتاعته وصور بيها الراجل العجوز اللي كان ساكن في البيت اللي قصادهم، وتقريبا كده سام صور الراجل ده وهو بيقتل حد، وطلع الراجل العجوز ده يبقى زعيم المافيا واسمه ايفان. وساعتها شاف سام وهو بيصوره، وعلشان كده بعت كارلو واخوه اليكس علشان يقتلوهم. فوقتها اليكس ضرب جورجينا بالنار واتصابت في كتفها ووقعت على الارض، وافتكر سام ان هي ماتت وهجم على اليكس وقتله، لكن كارلو فضل يضرب عليه نار وقدر سام يهرب منه، وبسبب ضرب النار اتخرمت ماسوره الغاز وتسببت في حريق كبير في الشقه. ومن بعدها هو فضل هربان من رجاله المافيا لحد ما لقوه النهارده في المطعم. فبتفهم هنا جورجينا الحقيقه، وبتعرف ان سام كان بيحاول ينقذها من الموت، وبتقول له ان يوم الحادثه هي قدرت تهرب من الشقه قبل ما النار تمسك فيها. وبعدها جورجينا اتصلت على سام كتير، لكن تليفوناته وكل حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي كانت مقفوله. وبعدها غيرت اسمها وكل حياتها، وقابلت فينيس خطيبها اللي خلاها تشتغل في السينما. وبعد ما كل واحد فيهم حكى قصته للتاني بيقربوا الاتنين من بعض، وبيكونوا مبسوطين ان هما رجعوا لبعض تاني، وبيتفقوا انهم يهربوا سوا من لوس انجلوس. وفي نفس الوقت ده كارلو بيوصل شقته وبيلاقي بيل مستنيه، وبيقول بيل لكارلو ان ايفان زعيم المافيا كلفه بقتل سام. وبنعرف هنا ان بيل بيشتغل قاتل مأجور لحساب المافيا، وبيقول بيل لكارلو ان هو كان هيقتل سام في المطعم لولا ان رجاله كارلو ظهروا وبوظوا له خطته، لكن كارلو بيقول له ان هو اللي هيقتل سام وهينتقم لاخوه اليكس اللي سام قتله يوم الحريق. وتاني يوم جورجينا بتقول لسام ان هي هتروح البيت وهتجهز شنطه هدومها، فبيطلب منها سام ان هي تستناه في بيتها لحد ما يخلص مشوار مهم، وبعدها هيعدي عليها في البيت وياخدها ويسافروا سوا. فبعدها كيت بتروح لسام وبتعرف منه اللي حصل، وبيظهر ان كيت متضايقه وكان نفسها ان هي تسافر مع سام، ولكن في نفس الوقت بتكون مبسوطه لان هي شايفه سام مبسوط. فبيطلب منها تساعده في ان هو يوصل لايفان زعيم المافيا، وده لان هو عارف ان هو مهما هرب لاي مكان في العالم هيقدر يوصل له. فبتساعده كيت وبتعرفه ان ايفان مريض وفي المستشفى. فبيروح سام على المستشفى وبيكون متنكر في هيئه دكتور، وبيقدر سام انه يخدع الحارس الشخصي وبيدخل اوضه ايفان. وبمجرد ما سام بيدخل الاوضه بيرفع المسدس على ايفان وبيطلب منه يسيبه في حاله هو وجورجينا. فبيقول له ايفان ان هو عنده مرض خطير وكده كده هيموت، وبيعرفه ان هو مش خايف من المسدس. فبينزل سام مسدسه وبيترجى ان هو يسيبه هو وجورجينا يعيشوا حياتهم في امان، خصوصا وان مفيش حد فيهم اتكلم عن جريمه القتل اللي سام صورها بالصدفه. فبيوعدوا ايفان ان مفيش اي حد من رجالته هيطارده تاني، وبيرجع سام وهو مبسوط وبيحكي لكيت اللي حصل. وبالليل سام بيحلق دقنه وبيجهز نفسه علشان يروح لجورجينا وياخدها ويسافر، وبتكون كيت معاه في الشقه وبتساعده في تجهيز باقي حاجته. وفي الوقت ده بيتسلل بيل للشقه من غير ما حد منهم يحس، وفجاه بيلاقوه واقف قدامهم وبيوجه سلاحه ناحيتهم. وفي الوقت ده بيجيله اتصال من ايفان وبيأمره ان هو يسيبهم ويمشي فورا. وفي نفس الوقت ده كارلو بيكون مع ايفان وبيتصدم وهو بيسمع ايفان ان هو بيلغي مهمه قتل سام. فبياخد التليفون من ايفان وبيطلب من بيل ان هو يقتله، لكن بيل بيقول له ان هو بيشتغل مع ايفان مش معاه هو، وبينهي المكالمه معاه. فبيتعصب كارلو وبيهجم على ايفان وبيقتله. وفي نفس الوقت ده كيت بتاخد سام وبتوصله لبيت جورجينا. وفي نفس الوقت فينيس خطيبها بيوصل للبيت وبيتفاجئ ان جورجينا محضره شنطه سفرها. فجورجينا بتحكي له القصه كلها وبيتصدم فينيس من اللي هو بيسمعه، وبيكون متفاهم الموضوع جدا وموافق ان جورجينا ترجع تكمل حياتها مع سام. وفي الوقت ده كيت بتكون في الطريق وراجع بيتها وبتشوف الشخص اللي هي صعقته بالكهرباء في المطعم مع كارلو. فبتفهم ان هم رايحين علشان يقتلوا سام، فبتلف بالعربيه وبترجع تاني. وبيكون سام في الوقت ده لسه بيتكلم مع فينيس ومستنيين جورجينا تنزل من الدور اللي فوق. وفجاه بيلاقوا نور البيت بينطفي وبيظهر ان كيت هي اللي كسرت الباب الخلفي وهي اللي طفت النور. وبتحكي لهم كيت عن اللي هي شافته، واثناء ما هم بيتكلموا بيسمعوا صوت قدام باب البيت. فبيجري فينيس وسام وبياخدوا جورجينا وبيستخبوا في المخزن، وبتفضل كيت لوحدها مستخبيه في المطعم. وبيهجم عليها واحد من رجاله كارلو وبيحاول يقتلها، وبيخرج
سام من المخزن بسرعة وبيقتل الشخص اللي بيحاول يقتل كيت وبياخد منه مسدسه وبيروح ناحية جورجينا وفينيس وبيكونوا بيهربوا من عند حمام السباحة. لكن كارلو بيشوفهم وبيهجم على جورجينا وبيكون على وشك ان هو يقتلها، فبيهجم فينيس عليه وبتدور بينهم خناقة جامدة وبيقدر كارلو ان هو يتغلب على فينيس وبيمسك مسدسه وبيوجهه ناحيته هو وجورجينا. ولكن بيظهر سام في اخر لحظة وبيضرب كارلو بالنار وبيقتله. وبعدها بتكون كيت في حضن سام وجورجينا في حضن فينيس وبيبص سام وجورجينا لبعض وبيبتسموا، وده لانهم عرفوا ان الحب اللي بينهم اصبح ماضي وان كل واحد فيهم اختار شريك حياته. وبيخلص الفيلم على كده. ولو عجبك الفيلم اعمل لنا لايك واكتب لنا رأيك في الكومنتات.